بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحشتوني يا ولاد قوي من الفيديو اللي فات. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من تشجيعكم ليا أبدا أبدا أبدا. أقابلكم النهاردة بقى في روتين جديد بطاقة إيجابية جديدة، نطرد الطاقة السلبية ونجيب الطاقة الإيجابية عشان كلنا نقوم نعمل مع بعض. بس قبل أي حاجة هنقول إيه؟ هنقول في التعليقات نحوكل مع بعض وناخد الثواب مع بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان كلنا نكتب في التعليقات ونصلي على الرسول أشرف الخلق حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحشتوني قوي. النهارده جايه بقى بروتين ان انا بلمع اوضه النوم. دخلت اوضه نومي كده، حسيت ان الدنيا فيها مش كويسه، السرير عليه تراب، الدولاب كده، فقلت يلا بينا بقى ايه اصور لكم فيديو كده حلو عشان نعمل مع بعض طاقه ايجابيه جديده ونعمل مع بعض روتين جديد ونقوم ننظف مع بعض. يعني ايه بقى؟ يعني اللي وراها دلوقتي حاجه تقوم تعملها، اللي وراها شويه مواعين تقوم تعملها، اللي وراها شويه تلميع كده او اي حاجه في البيت. ما وراكيش حاجه، اقعدي اتفرجي على الفيديو وخدي طاقه ايجابيه. انا مش جايه اعلم حد النظافه، لان انا عارفه ان كلكم ستات بيوت وكل واحده بتعرف تنظف زيي واحسن مني كمان، وكل واحده ليها طريقتها في التنظيف. بس انا جايين ندي طاقه ايجابيه لبعض ونقطه الطاقه السلبيه. خلصت كده تلميع السرير، ببدا مع بعض في تلميع ايه الكومود الاولاني. طبعا بجيب كده ايه فوطه، عندي فوطه تنظيف نظيفه. تمام. طبعا انا مخليه فوط التنظيف غير فوط المطبخ، دي حاجه ودي حاجه. فوط التنظيف طبعا بتبقى ليها ايه لوحدها كده، ما بتوبرش، بتبقى نظيفه، بتفضل نظيفه، بتتغسل. غير فوط المطبخ طبعا دي حاجه ودي حاجه تانية، ما ينفعش استخدم دي في دي وما ينفعش استخدم دي مع دي. تمام. بس ابتديت بقى في الكومود كده بعمل الاباجوره اللي هي المفروض اللي هي الجديده طالعه جديده، ان الاباجوره ما بتحتاجش تجيبي اباجوره، هي بتبقى متعلقه كده في الكومود. فبعملها كلها الكريستال بتاعها، وبجيب الجلانس كده على الازاز ده. الازاز ده يا جماعه مليان تراب، يمكن انتم مش شايفينه عشان الفيديو مش مبين قوي، بس هو فعلا مليان تراب وكده. فايه جبت بقى الجلانس كده ولمعت ايه الازاز، وهبتدي كمان المع الكومود كله من تحت بنفس الفوطه، فوطه منديه. طبعا انا اوضه النوم بتاعتي دوكو فرن. دوكو فرن يعني ايه؟ يعني زي بتتغسل عادي بالميه، الكلام ده كله زي العربيات كده. كل اللي طالع جديد اللي هو دوكو فرن دي، لكن طبعا اللي اوضتها بني ما بتستعملش الميه خالص عشان ما تبوظش الخشب، هي بتستعمل البليدج والمورال والحاجات اللي هي بتاعه تنظيف الخشب. لكن اللي اوضتها طبعا حديثه او مثلا دوكو فرن زي كده لون، بتتعمل عادي زيها زي العربيات اللي هي بتدخل فرن كده. طبعا العربيات احنا بنغسلها عادي، ودي برضو بنغسلها عادي، يعني مفيش مشكله. تمام. مسكت الكومود التاني كده وعملت برضو زي الكومود الاولاني، ما بخليش حته فيه الا لما بلمعها وبظبطها كده وبعملها ايه عامله حلوه يعني. تمام كده. وخلصت وبفرش عليها ايه بظبطها، بخليش حته فيها بصراحه. وبعد ما بخلص الكومود ده، الكومود التاني بفرش عليه ايه، بص رجل بنتي باينه من على السرير اهو، بص عماله تزن، وبفرش عليه ايه المفرش بتاعه كده، بيبقى زي الفل ونضيف وما فيهوش اي حاجه خالص. هاجي بقى للدولاب، بمسك الدولاب بقى حته حته. بجيب الاول كرسي، بس انا ما عرفتش اصور لكم، بطلع عليه وبجيب الحتت اللي فوق كلها، وبعدين بنزل تحت بجيب الحتت اللي تحت كده كلها، ما بخليش حته فيه الا ما بعملها. وبلمعه مطرح بقى ايه الايدين ومطرح التراب. طبعا انتوا عارفين الجو بيبقى فيه تراب وبيركز على الحاجه، فانا بحاول ايه انضف كل حاجه وبظبطها كده تظبيطه حلوه. تمام. وبقفل الظرف كده من فوق وتحت وكله بلمعها وبظبطها، يعني عشان تبقى اوضه النوم دي اللي بتنامي فيها تبقى نظيفه وزي الفل. انا مقسمه وقتي ان انا كل اسبوع كده بلمع اوضه. غير طبعا البنت لما بتيجي تساعدني كل اسبوع، دي حاجه ودي حاجه تانية يعني. بس خلصت كده الدولاب كله ولمعته وظبطته. دي بقى الشوفونيره فوقيها ايه الشاشه، هشيل الشاشه خالص وبرده هلمعها من ورا كده وهظبطها والمعها من قدام. بس ما بجيبش طبعا على الشاشه نفسها ميه عشان ما تبصي، بجيب منديل ناشف، بعمل بس البرواز بتاعها كده بالفوطه، لكن بجيب منديل ناشف كده وبلمع الشاشه نفسها عشان يعني بعد الشر ما تتحرقش ليا وليكوا يعني. والشوفونيره اللي تحتيها برضو
بجيب الجلانس برضو وايه بلمعها. لسه بقى قاعدين بتتفرجوا عليا لغايه دلوقتي، عايزاكم تعملوا لي اشتراك في القناه وتشجعوني كتير قوي وتعملوا لي اللايك. اللايك تنزلي تحت دلوقتي حالا تعملي لي اللايك. اللايك ببلاش يا جدعان مش بفلوس، فانا عايزاكم اللي بيحبني دلوقتي واللي عايز يشجعني ويعمل لي لايك دلوقتي ويعمل لي اشتراك في القناه بتاعتي، وكمان يقول لي في التعليقات انت بتتابعيني من انهي بلد. يهمني قوي ان انا اعرف انت بتتابعيني من انهي بلد. وتاني حاجه نحوقل مع بعض ونكسب ثواب مع بعض، يعني ما يبقاش بس احنا بندي طاقه ايجابيه ببعض، لا كمان احنا بنتفرج على الفيديو وبناخد ثواب وبناخد حسنات وبنقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله. وبنكتب في التعليقات كمان بنصلي على الرسول. انتوا عارفين البخيل اللي بيسمع اسم الرسول وما بيصليش عليه، فطالما سمعنا اسمه نصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البنكيت ده يا جماعه انا كنت بشوف ان هو مش مهم، لا ده مهم جدا جدا. يعني كنت بتفرج على اي اوضه نوم يقول لي البنكيت معاه بنكيت، وتقول له ليه يعني؟ بس هو على فكره بيشيل حاجات من جوه كتيره جدا. انا عن نفسي شايل عندي بلاوي، يعني المكوه كلها بحوشها فيه وبديها للمكواجي كل شهر. فدي طبعا شايله من عليا الكلام ده كله، بلمعها من فوق كده هي متنجده. طبعا بيقع في الكابوتينيه ده حاجات وبتاع وفتافيت وكده، فانا بحاول ايه ادخل الفوطه كده جوه النغزات دي وبلمعه كله وبظبطه من فوق وتحت وكله، ما بخليش فيه اي حته مش متلمعه ايه خالص لسه. ولو وراكي حاجه دلوقتي قومي بقى يلا اعمليها، ادينا لبعض طاقه ايجابيه. وانا عملت كده التسريحه وعملت الباب بتاع الاوضه، بس للاسف الفيديو معايا الموبايل كان فاصل وانا ما خدتش بالي، فقلت هعمله لكم ان شاء الله في روتين تاني. التسريحه بقى بالرصه بتاعه الميك اب والبرفانات والكلام ده. طبعا برضو الالوميتال ده بتاع البلكونه عندي في نفس الاوضه، بمسك برضو فوطه مبلوله كده نظيفه وبمشي على الالوميتال كله. بيبقى طبعا هو متعرض اكتر حاجه للتراب لان هو بيبقى في البلكونه، فاكتر حاجه بتبقى متعرضه ليها الالوميتال. طبعا لو ايدك فيه على طول ما بيتوسخش وبيفضل نظيف وبيفضل زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص. بلمعه كده كله الايدين ومن فوق ومن تحت كله ومن بره ومن جوه، ما بخليش فيه اي حته خالص مش متلمعه يعني. ماشي. انا عايزاكي بقى دلوقتي لو انت وراكي حاجه ما تكسليش وما تقوليش انا هعملها ازاي وانا تعبانه وخلاص قعدت. قومي اعمليها، صدقيني هتخلصيها بسرعه طالما عندك طاقه ايجابيه وعندك عزيمه واراده كده ان انت تعملي الحاجه. هتقومي وتخلصي دنيتك بسرعه بسرعه وتظبطي نفسك. انا عن نفسي دلوقتي بنتي اهي عماله تزن 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 وانا عماله المع كده على السرير، وشويه بدخل شويه بحايلها شويه كده. ما بقولش بقى ايه لا خلاص انا اقعد جنبها بقى وتفضل الحاجه متراكمه عليا. وبعدين طالما ايدك في العفش وايدك في الحاجه صدقيني الحاجه بتفضل زي الفل، بتفضل نظيفه وبتفضل زي ما هي جديده. وما بي ما, بت ما بتبصي وما بتقدمش ولا اي حاجه خالص. بدخل ايدي بقى في كل الحتت اللي جوه كده في الالوميتال، ما بخليش حته لما بمسحها بالفوطه بالميه. تمام. دي فوطه مبلوله كده منديه حلوه كده بمسحها بيها كلها اي تراب اي حاجه بشيله من بره ومن جوه من كله. تمام. في كل حته ما بخليش فيها حته الا ما بعمله كله. وبفتح برضو البلكونه وبعمله من بره من ناحيته من بره، ما بخليش فيه حته بصراحه ما تتعملش، يعني كل حاجه بعملها الحمد لله. بس المهم بقى دوسيلي على الاشتراك ولا لا؟ هزعل منك قوي لو ما اشتركتيش في قناتي وما تابعتنيش وما اديناش طاقه ايجابيه لبعض. ما ينفعش الكلام ده. ماشي. واكتبي لي في التعليقات ما تنسيش انت بتتابعيني من انهي بلد، يشرفني جدا ان انا اعرف انت بتتابعيني من بلد ايه. تمام. هجيب بقى الازاز كده الجلانس واجيب جرنان والمع كل ازاز الالوميتال كده بالجلانس. بعد ما لمعت الالوميتال نفسه الازاز بقى بتاعه كده هلمعه بالجلانس وبالجرنان وهخليه زي الفل. هخلي ما فيهوش اي حاجه خالص مطرح التراب بقى ومطرح الايدين والكلام ده كله. اللي يمسك اوضه بعملها من اولها لاخرها، يعني بلمعها حتى الباب الخشب بتاع الاوضه بعمله، والالوميتال لو فيها الوميتال طبعا بعمله، شباك او باب بلكونه بعمله. كل حاجه يعني بظبطها بصراحه. ماشي. كده بقى الروتين بتاعنا النهارده خلص. يلا لو وراكي حاجه قومي اعمليها. ما تنسيش تصلي في التعليقات على النبي. عايزه عدد المشاهدات يبقى عدد الصلاه على النبي، وانا اولكم اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمام كده.